السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف محمد. كما راكم تشاهدوا وصفتنا الجميلة اليوم راح ندير لكم محمصة بالخضر على البخار، صحية وبنينة بزاف وتلائم كتير هذا الجو. وصفاتنا دائما حصريا، نتمنى انكم تشوفوا لا فيديو الاخير وتجربوا الوصفة. اكيد اذا جربتوها راح تولي معتمدة عندكم في المطبخ. شوفوا كيفاش المحمصة تاعنا تزربع والخضر طيبة زبدة. من اسهل الوصفات، نص ساعه تقدروا توجدوا هاد الوجبه. يلا قبل ما ندخلوا مطبخنا مقاديرنا ووصفتنا نقول لكم ما تنساوناش اللايكات، ما تنساوش بيان سور تعليقاتكم الجميله والبارطاج والمشاهده الكامله. شاهدكم في الجنه. بسم الله نبدا وصفتنا. لهنا عندي مقدار تاع الماء تاعي راهو يغلي. نحط فيه المحمصه تاعي تقريبا واحد الكاس ونص. نتوما ديروا الكميه اللي تحبوا، هذه ترجع لكم. انا علماش حطيتها في هذاك الماء اللي يغلي باش نتخلص من كاع هذوك النشويات باش تجيني تتزربع. وراهي طافي عليها النار، ما هي شعله، خليته حتى غلا طفيت عليه. لهنا نخلي هاد المحمصه تاعي دقيقتين حتى نتخلص من النشويات كامل اللي فيها. شوفوا الماء كيفاش ولا. من بعد نصفيها اكيد ونجو نكملوا وصفتنا. نتوما تحبوا ديروا الخشينه، تحبوا ديروا بركوكس تاع اليد، انا درت تاع اللي نشروها من برا هكذا. بعد ما صفيتها من الماء هاي ليك مازالت سخونه، شوفوا كيما راكم تشاهدوا. الا هنا نجي نبدا نضيف فوقها المكونات تاعي التاليه. هذه هي، ما درت لها لا زيت لا والو، صفيتها برك وجبتها قبالة معاكم. 2 دقائق، ما تطولوش، ما تخلوهاش في الماء بزاف. لهنا عندي البصل، هاوليك البصل واش درت له. البصل قطعته شرائح كما راكم تشوفوا وقليته في الزيت حتى راح باش يتكرمل تمحبس به بالزيت تاعو. هذه هي البنه اللي راح تعطينا في هاد المحمصه. حمصوه مليح في الزيت، وتحبوا تزيدوا له الزبده، هذيك دائما نقول لكم ترجع لكم. لهنا عندي خليط ما بين الحشيش والمعدنوس. عندي حبه تاع فلفل حلو حمراء مقطعه كما راكم تشوفوا، حبه حار نفس الشيء مقطع على هذا الشكل، وعندي اكيد شويه تاع الجزر مقطعه اون كيوب. هاد الخضر كلها راهي نيه. وعندي حبه بطاطا مقطعه اون كيوب نفس الشيء. وعندي كذلك كما راكم تشاهدوا فلفل حلو مقطع قطع صغيره اخضر. ولا هنا عندي حبه تاع لفت. شوفوا هذه الاكله بزاف بنينه، شوفوا القيمه الغذائيه اللي فيها. وعندي حبه طماطم نفس الشيء مقطعه مكعبات. لهنا تاني عندنا حبه تاع القرعه. وانتم هاد المكونات تحبوا تضعفوا فيها تقدروا تضعفوا فيها اكيد، هذه دائما نقول لكم ترجع لكم. نجو لهنا نخلطوا كامل هاد المكونات. لهنا حين تقولوا باللي الكميه راهي قليله تاع المحمصه، انا نقول لكم لهنا دوك طيب وتضاعف الكميه. وانتم اكيد اي نوع من الخضر تحبوا ديروه المجال مفتوح لكم الابداع. هكذا نقلبوا مليح هذوك المكونات تندمج مع بعضها. ونجو نحطوا لي زيبيس تاعنا. لي زيبيس تقدروا تضيفوا على حسب الذوق تاعكم. انا هنا درت فلفل اسود، وراح نزيد معاه هنا مكعب تاع مرق الدجاج. وتقدروا تستغنوا عليه تضيفوا انيكمون لو سال غير الملح. ودائما نقول لكم هذا اختياري. لهنا عندنا كذلك الكركم، وتقدروا ديروا نفس الشيء راس الحانوت، تقدروا ديروا زعفران. عندي فلفل عكري الحلو. وعندنا كذلك لهنا الثوم، هاوليك الثوم المهروس. تقدروا مام الثوم تقطعوه قطع صغيرة وتضيفوه. هذه هي وصفتنا سهلة وبسيطة. وعندي لهنا الدرسة تاعي تاع الطرشي. لهنا اللي ما عندوش يقدر يعوضو بالطماطم المصبرة. دايما نعطيكم البديل في الوصفة، ان المهم تجربوها. وهذا الحرش وداك حرش صغيور لهنا شوفوا قطعته وخليوها بشويه تاع دوك الزريعات حبيبات، لانه هذيك تاني عندها الذوق تاعها. نجو نخلطوا كلش كيما راكم تشاهدوا. وصفه ولا اطيب ولا اروع. هاد التحضير المسبق تقدروا ديروه تخلوها في الثلاجه والعشيه طيبوها. تحبوا ديروها كيما اليوم غدوه من داك، انا حنديرها في نفس اليوم. هكذا نجي مباشرة ونحطها في الكسكاس تاعي ونخليها لهنا. راهي كيما يقول لكم تشاهي رائحة، مازال ما بداتش طيب، الرائحة راهي من البعيد. نغطيوها نخليوها 10 دقائق الاولى باش نبداو نقلبوا ونحركوا فيها. هي ما تاخذناش في الطياب بزاف، تروح لنا يا ربي ل 30 دقيقة. شوفوا بعد 15 دقيقة كيما راكم تشاهدوا، والله العلي العظيم صدقوني رائحة طيبة جدا. لهنا نجو نبداو نقلبوا في هذيك المكونات
وتقدروا في نفس الوقت لهنا تذوقوا وتشوفوا الا خصكم الملح اكيد تزيدوا لها الملح. ما تقدروا تاني ديروا معها الكرافس تاني راح يجي بزاف بنين، كانكم راكم تاكلوا بركوكس طايب في المرق هو جيست على البخار. راح يزيد له بنه هذاك البصل اللي كنا قليناه في الزيت وطفنا معاه، راح يعطي له بنه بزاف بنينه. لهنا اكيد نعاودوا نغطيوها، نحط فيه شطيبه تاع الزعتره نغطيوها ونخليوه يكمل يطيب على خاطره 15 دقيقه واحده اخرى. شوفوا لهنا هاوليك طاب الطاجين تاعنا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هذيك المحمصه راهي تزربع وحدها، الخضر هذيك راهم طايبين. شوفوا في هذه المرحله تحبوا تضيفوا عليه زيت زيتون، اي حاجه تحبوا من الفوق منكهات تقدروا لكم الاختيار. هذه هي وجبتنا. وشوفوا ذاك البصل ما شاء الله كيفاش قعد. هذه هي الخضر طابت هكذا. دوك ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في صحن التقديم كيما راكم تشاهدوا. وصفتنا سهله بسيطه وسريعه فوق هذا الشيء كامل صحيه. نتمنى لكم انكم تجربوها وتنجحوا فيها، ونقول لكم شهيه طيبه. خوتي اخياتي امهاتي حفظكم الله ورعاكم. ما تنسوناش تعليقاتكم الجميله، ونقول لكم بقاو على خير.